واحدة تقول كنت أشتغل في محل ملابس رجالية فاخر، فجأة دخلت امرأة تدف لها رجال كبير على عربية، على طول زملائي يعرفونه فراحوا يرحبون فيه ويسلمون عليه ويقولون أهلا سيد موسو. هذا الجالس في العربية رجل كبير يبدو أنه ثري اسمه السيد موسو. تقول ما يرد عليهم. اللي تدف هذه زوجته، تقول دخلت ورحبت فيهم لين حطته قريب مني وقالت بعد إذنك بخليه هنا وأنا بروح أتسوق وأرجع لك. تقول قلت عادي ما في مشكلة، ولما راحت رحبت فيه قلت أهلا سيد موسو. تقول طالعني كذا وصد وكان طالع فوق، ما أدري هو يسمعني ولا لا. تقول أزعجني هذا الموقف لكن ما منعني من إني أكمل كلامي. تقول قلت له تصدق أبوي قبل 4 سنوات أصيب بجلطة دماغية، وهذه الجلطة أقعدته وصار على كرسي متحرك. كانت تقول زيك يعني وش دخل الموضوع ذا وش هالزلقة هذه. تقول كان موقف صعب جدا بالنسبة له لأنه مو بس على كرسي متحرك، أيضا صار عنده فقد بسيط في الذاكرة، ورجله اليمنى صارت ضعيفة فيها شلل جزئي ما يقدر يمشي عليها، فصار من أب يقوم بالبيت وكل شيء فجأة إلا لازم نساعده أنا وأمي في كل شيء. صراحة ما أدري وش هاللقافة عند هذه وهذه السوالف اللي ما لها داعي أصلا قدام هذا الشخص اللي أصلا قاعد يطالع فوق ويتلف يطالع فيها، ما أدري هو يسمع ولا لا، ما أدري وش ظروفه، ما أدري عن شيء. دخلت هذه الدخلة لكنها كملت كلامها وقالت أول ما طلع المستشفى أصيب بإحباط، صدق ما جلس يتكلم معنا لعدة أيام، ما يحاكينا، حنا نسنع كل شيء ونرتب كل شيء، هو ما يتكلم، لكنه فجأة تغير. نكون مستغربين، صارت طريقته مختلفة، كل ما جينا نساعده يحاول هو يساعد نفسه، إذا ما قدر يساعد نفسه حنا نساعد على أنه يساعد نفسه، صار يحاول يعتمد على نفسه. تقول تغير لدرجة إنه قال أبغى أحاول أمشي، فصرنا نقومه وصار يمشي 2 3 ويجلس، ونقومه مرة ثانية ويمشي 2 3 ويجلس. تقول استغربنا من تصرفه هذا، من إحباط واستسلام وما له خلق يكلم أحد إلى عزيمة وإصرار، وقاعد يحاول وقاعد يحث نفسه ويحفز نفسه، وكان عنده هذه الهمة العالية. تقول واستمر كذا كل ما له يحاول أكثر وأكثر وأكثر ويتحسن أكثر وأكثر وأكثر. تقول لين بعد فترة استطاع والدي أن يتخلص تماما من الكرسي المتحرك، قدر يمشي وبدأ يستغني عني تماما أنا وأمي ومساعدتنا له، وصار يقدر يساعد نفسه. كل هذه القصة قاعدة تقولها للسيد موسو وهي ما تدري هو يسمع ما يسمع، يطالع فوق يطالع فيها ويصد. تقول لكني كملت وقلت ما تصدق يا سيد موسو، قوة العقل كيف ممكن تأثر في حياة الإنسان. تقول لما قلت كذا وش صار رد عليها موسو؟ لا على خبركم. تقول جت زوجته خلصت التسوق قالت شكرا لك عسى ما يكون أزعجك. تقول قلت لا ما أزعجني، أخذته وطلعوا برا. تقول هذه بعد فترة أنا تركت العمل هنا واشتغلت في شركة ثانية ونسيت موضوع السيد موسو تماما. تقول لكن الغريب أن بعد عدة أشهر وأنا في وظيفتي الجديدة جاء اتصال غريب من مين؟ من مدير المتجر والمحل اللي كانت تشتغل فيه اللي قابلت فيه السيد موسو. أهلا فلانة وينك؟ قاعدين ندور عليك من زمان. قلت ليش يعني عسى ما شر؟ قال عندنا السيد موسو وزبون دائم عندنا، يقول أزعجنا يبغاك، كل ما جاء يسأل عنك، يقول وين فلانة ونقول راحت، يقول لا تجيبوها دوروها. يقول ليش يعني عسى ما شر؟ قال هو على العموم هذا هو عندي ويبغى يتكلم معك. يتكلم معها؟ قالت عطني إياه. أخذ السماعة موسو وقال أهلا فلانة. قالت أهلا وسهلا سيد موسو كيف حالك كيف أمورك؟ قال لها أنا لي عدة أشهر وأنا أدورك لأني أبغى أقول لك شيء. أنا أول ما أصبت بالجلطة الدماغية عاملني كل الناس اللي حولي على أني ميت وعلى أني مستسلم، وكنت في بؤس شديد فعلا بهذه الحالة، حتى أني كنت أدعي ربي أقول يا رب طلعني من هذا البؤس، إلين قابلتك ذاك اليوم. قال أنت ذاك اليوم عاملتيني بطريقة مختلفة، أنت كلمتيني وكأني شخص مهم وعايش، رغم أنك ما كنت تدرين أنا أسمعك ولا لا، وألهمتيني بقصة والدك الإيجابية وكيف أن تفكيره وعقله الإيجابي ساعده في التغلب على إعاقته، وأنا الحين متشوق جدا للقائك أنت ووالدك. تقول قلت له طبعا بكل سرور يا سيد موسو، خلاص شوف الوقت المناسب وحنا نجيك في البيت أريح لك ما نبغى نتعبك. يقول لها لا 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 أنا الآن أقدر أمشي وأقدر أسوق السيارة، اختاري أي مكان في المدينة وأنا راح أجيك فيه أنت ووالدك. نزلت الدمعة من عينها. قال لها ما تصدقين قديش قوة العقل ممكن أنها تأثر في حياة الإنسان.